بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. من قناة خالد عبد الهادي اليوتيوب، وأنا بطلع الإنترنت تشيك 2144 و 2120. كمية استهتار رهيبة جدا جدا. الدين كان في إيدي ومتحكم فيه بطريقة رهيبة، وعشان الإنسان يتعلم وياخد درس دي آخرة الاستهتار. طبعا أنا بلعب الأسود وهو بيلعب الأبيض. بنلعب على كيس دوت كوم 10 دقايق 10 دقايق. بنلعب طبعا زي ما حضرتك شايفين. مباراة ممتعة جدا وجميلة، وعامل فيها لعب ممتاز جدا وحاجة رائعة الجمال، إلا إن طبعا استهتار بسيط ونقلة غير اللي طبعا بشوف حضراتكم بلندرات صعبة جدا جدا. شوف ادي بلندر، عدوا حضراتكم بلندرات ملهاش حل. كمية بلندرات مؤلمة موجعة. مفيش فايدة أبدا. يعني كلت كمان قطع بلاش اهي، نزلت عندي مات اهو. حط وزيره، كنت المفروض كلت وزيره، لكن برضه أنا طمعت في الدور. وعندي برضه مات تاني اهو، وعندي خط طاقية هو بدأ ياكل بقى العساكر. وطبعا الوقت عنده 5 دقايق 25 ثانية ولا دقيقة و50 ثانية. خلاص ما عدتش قادر اعمل حاجه. الوقت اسفني. بقيت انا اللي احط وزيره عشان ياكل وزير. طبعا خلاص ما عادش وقت، عاد فاضل لي 50 ثانيه. خلاص ما فيش، هو خلاص اتحكم في الدور وادرك ان هو كسب الدور خلاص فعلا. يعني صراحه عامل جيم كويس جدا جدا. ان هو لاعب تكتيكي وكان مهاراته حلوه جدا. وانا كمان بلندر خطا قاتل مني ان انا جيت هنا. المفروض يعني كنت جيت هنا اللعبه والثانيه على طول مباشره. نزلت بالطابيه هنا على طول. نزلت في الصف الثاني، كنت على طول والطابتين جوزتهم. كان خد مات مباشره ملهاش حل. لكن برضه خطا قاتل وبلندرات عجيبه جدا. اللعبه ما تتلعبش لو لاعب مبتدئ ما يلعبهاش. لكن هو ده الشطرنج، وده من جمال الشطرنج ومتعته دائما وابدا. يعني الحاجه ديت بتبقى طبعا النقلات، اي نقله فيها خطا في الشطرنج ما بتعوضش. والشطرنج معروف ان هو بيعتمد على النقله واحده فقط لا غير. لو اخطات فيها خلاص ما بتقدرش تردها تاني. طبعا خلاص انا يعني شبه ان انا استسلمت، ما فيش مشاكل خالص، عادي. يعني الامر بالنسبه لي ما انا اللي اخطات في حق نفسي. وطبعا انا اللي عملت الشغل ده. الشطرنج بيبقى ممتع، والشطرنج جميل، والشطرنج 10/10. وعندي كمان هو لو صعدت بالطابيه بس في الصف الرابع ونزلت كشي على طول كان مباشره على طول ملهاش حل. لكن برضو خطأ قاتل مني طبعا واستهتار في الدور. لكن باذن الله بنوعدكم ان شاء الله نقدم لكم كل ما هو جديد من اجل اسعادكم واجل رضاكم. طبعا قناه خالد عبد الهادي على اليوتيوب في خدمتكم ومن اجل ارضائكم بفضل الله عز وجل. كمان لو نزلت طبعا خلاص حط الخريطين ما عادش فاضل حاجه، فاضل ثانيه واحده خلاص. طبعا بستسلم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هو هيجوز الطابيه مع الكش طبعا بشرط هيراقب 3 عساكر خلاص. مفيش مشاكل عنده، وهو فعلا عملها وخلاص بستسلم.